أرجو إن التسجيل ما يكونش مضايقك. لا يا دكتور براحتك. ده للتوثيق بس. اسمك الثلاثي؟ منى أحمد محمد. اشتغلتي قبل كده في مستشفى أو عيادة؟ بصراحة هو أنا أول مرة أبعت ورقي في حاجة زي كده، قلت أجرب حظ. وشايفة إنك هتقدري تسدي معانا؟ بيقولوا إني بتعلم بسرعة. هما مين دول اللي بيقولوا؟ اللي يعرفوه. كلميني عن حالتك الاجتماعية. هو أنا كنت متجوزة بس ما كملناش 10 شهور وانفصلنا. أنا دلوقتي سنجل. يعني مش مرتبطة ولا مخطوبة؟ لا يا دكتور. أصل بصي يا منى، أهم حاجة في الدنيا إن حياتك الشخصية ما تأثرش على شغلك. إن شاء الله تنبسطي معانا. طبعا يا دكتور. أنا عايزة أقابل عصام الصياد. مش هو ده. أنا عايزة أقابل عصام الصياد دلوقتي. ثانية واحدة. يا عصام يا صياد، انزلي، أنا عايزة أقابلك دلوقتي حالا. انتهيهولي دلوقتي حالا، أنا عايزة أقابله دلوقتي حالا. يا عصام يا صياد. أنت عايزة إيه؟ أنت اللي عايز مني إيه يا عصام يا صياد؟ أنت كذاب وعارف إنك كذاب. حافظي على ألفاظك لو سمحتي، أنت في مكان محترم. المكان المحترم لازم صاحبه يبقى محترم يا دكتور. كلمة كمان وهخلي سعاد يجيب لك البوليس. تجيب لنا البوليس؟ شغلته عشان خاطر ليه؟ كنت عملت إيه عشان تجيب لنا البوليس؟ البوليس يجي لابسه. أهلاً 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 أهلاً. أنت جايبها له؟ عيب كده يا رضوى. ما عيب لنا العيب يا مفضوحة. اسمعي يا اسمك إيه؟ انفدي بجلدك، انفدي بجلدك قبل ما تبقي مكاني. انفدي بجلدك. كفاية فضايح بقى. فضايح؟ فضايح؟ هتعمل فيا إيه أكتر من اللي عملته؟ خلاص، قالوا ضربوا العور على عينه. يا ناس، اديني بقولها بعلو الصوت، بقولها بعلو الصوت، يمكن صوتي يوصل المرة دي. الدكتور المحترم ده متحرش، متحرش. خلاص، اطلبي البوليس لو سمحتي. امشي والنبي، امشي. ورحمة أمي لنهايتك تبقى على إيدي يا عصام يا صياد. ورحمة أمي.